ازاي تفرق بين الساحر والمعالج بالقرآن؟ لو طلب اسمك او اسم امك، لو طلب صورتك او مية وضوءك او لبس لبسته او اي اثر من عندك، لو قالك اعتزل الناس لفترة معينة، لو طلب منك تذبح له حاجة وما تذكرش اسم الله عليها، لو ادالك حجاب وتمائم تحفظك وفتحتها ولقيت فيها نجوم وطلاسم وجداول وحروف قرآن مقطعة وممكن يكون من ضمنها آيات قرآنية. وأخيرا لو قرأ القرآن بصوت عالي ولقيته بيقول في سره حاجات انت مش سامعها، المعالج بالقرآن والراقي الشرعي هيقرأ القرآن عليك بكل وضوح ومش هيقول اي حاجة في سره. والانسان هو افضل راقي لنفسه. حافظ على الصلاة، التزم بالاذكار، سورة البقرة، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة وربنا هيحفظك.